السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايين نتكلم عن شهر رجب والروحانيات بتاعت شهر رجب. تمام. شهر رجب والروحانيات بتاعت شهر رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رجب مش شهر عادي، ده شهر من الأشهر الحرم، شهر بيتهيأ فيه القلب قبل شعبان ورمضان. كتير بيسألوا هل للتسبيح في رجب فضل خاص؟ يعني لو انت معاك سبحة، ازاي تسبح في شهر رجب؟ وايه افضل ذكر؟ وهل في اذكار معينة ممكن تقولها في الشهر الفضيل الكريم ده؟ النهاردة هنتكلم بهدوء وبالدليل عن فضل التسبيح والذكر في شهر رجب. تمام. ازاي يكون سبب في تفريج الهم اللي عندك وقرب العبد من ربنا. صلوا على النبي كده، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحن على الإنسان من كل حاجة. تمام. طيب. آه، تنبيه كده إن العبادات في رجب عامة ليس بدعة. يعني تنبيه كده إن العبادات في رجب ليس بدعة. تمام. طيب، تعالوا كده واحدة واحدة نشوفوا كده يعني ما هو شهر رجب. يعني رجب ده شهر حرم من الأشهر الأحرم. تمام. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا 12 شهرا، منها 4 شهور حرم. تمام. آه رجب شهر تعظيم في الطاعة. يعني شهر رجب ده بيتعظم في الطاعة. آه كأن الناس بيستعدون فيه لرمضان. يعني رجب ده بيستعدوا فيه لرمضان. رجب تهيئة القلب وليس اختراع عبادة جديدة. يعني رجب بيساوي ان بتهيئي القلب كده وليس بتخترعي عبادة جديدة. انت بتهيئي القلب ايه؟ لاستقبال العبادة واختراع، وهو مش اختراع عبادة جديدة ولا حاجة، لكن هو بتهيئي القلب لاستقبال شعبان ورمضان. تمام كده. طيب، فضل الذكر والتسبيح عموما بيبقى ليه تأثير. يعني في فضل الذكر والتسبيح عموما. هو الذكر حياة القلوب. الذكر حياة القلوب. قال الله تعالى إلا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى قال تعالى إلا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب، أول حاجة هتعملها التسبيح. أول حاجة بيعملها التسبيح، تسبح ربنا كتير، بيرفع البلاء، يشرح الصدر، يقرب العبد من الله، يسبب المغفرة. الملائكة بتذكر الذاكرين. الملائكة تذكر الذاكرين. طيب، يبقى هنا التسبيح بيرفع البلاء، يشرح الصدر، يقرب العبد من الله، يسبب المغفرة. تمام. والملائكة بتذكر الله بالذاكرين. بشوف الذاكرين اللي بيذكروا ربنا كتير، فالملائكة بتذكر وبتذكر الذاكرين. يعني لك مثل ما قلت، لك الفرج، لك الصحة، لك زوال الهموم. الحاجات دي كلها فيها خير وبركة. طيب، لماذا بنكسر من التسبيح في رجب؟ ليه بنكسر في التسبيح في رجب؟ يعني بتكسري في التسبيح في رجب ليه؟ يعني لماذا تكسر التسبيح في رجب؟ لأن شهر رجب مضاعفة الأجر، لأن الذكر بيطهر القلب، بيمهد النفس للصيام وللقيام. إن الذكر بيطهر القلب، بيمهد النفس للصيام والقيام. لأن اللي بدأ برجب وصل لرمضان بقلب أنقى. لأن اللي بدأ برجب وصل لرمضان بقلب أنقى. تمام. يعني احنا بنبتديها بكده، برجب، بشعبان، بعد كده رمضان. يعني احنا بنمهل القلب وبنطهر القلب علشان نوصل لرمضان بقلب نقي،
بنرحب برمضان بقلب نقي. طيب افضل صيغ التسبيح في شهر رجب سبحان الله وبحمده. يعني افضل صيغ التسبيح في شهر رجب سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، تمحو الذنوب، غرس في الجنة. تمام. بتقولها 100 مرة، يعني 100 مرة صباحا ومساء. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. تمام. 100 مرة. ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلة الميزان حبيبة إلى الرحمن. يبقى حبيبة إلى الرحمن، ثقيلة في الميزان، حبيبة للرحمن. طيب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أعظم الذكر. أعظم الذكر. لا إله إلا الله أعظم الذكر. وتجديد التوحيد. لا إله إلا الله بتجدد التوحيد. تمام. وأعظم الذكر وبتجدد في التوحيد. طيب الاستغفار. الاستغفار. الاستغفار تفريج الهموم وتوسعة الرزق. يبقى تفريج الهموم وتوسعة الرزق. تفريج الهموم وتوسعة الرزق. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم أتوب إليه. استغفر الله العظيم أتوب إليه. تفريج الهم، توسيعة الرزق. تفريج الهم، توسيعة الرزق. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. دي تفريج الهم وتوسيعة الرزق. طيب الصلاة على النبي سبب في قضاء الحاجات، رفع الدرجات وقضاء الحاجات. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. تمام. سبب في قضاء الحاجات ورفع الدرجات. سبب في قضاء الحاجات ورفع الدرجات. تمام. الصلاة على النبي. طب في سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. الأربعة دول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. ذكر جامع. التلاتة حلوين، الأربعة دول حلوين جدا. تمام. حلوين جدا جدا. تمام. تنبيه مهم بس عن الأذكار المنتشرة. لا يوجد ذكر مخصوص صحيح ثابت لرجب بعينه. لا، ما فيش أي كلام ده. الذكر المطلق جائز ومحبوب، لكن نحذر من الأعداد وفضائل بلا دليل، ونعبد الله على بصيرة. يعني نعبد الله على بصيرة، مش يقولك اقري 1000 مش عارفة مرة كذا، اعملي كذا، العدد كذا. هو لأ، هو حاجة واحدة ان انت تعملها يعني نعبد الله ببصيرة. تمام. لكن مش بأرقام ومش بحاجات معينة وتحديد أعداد وتحديد الكلام ده غلط. غلط تام. غلط تام. بقول لكم غلط تام. طيب طبعا في قصص وأثر الذكر ان هم في ناس كتير حالها اتغير بالاستغفار. ناس فرج ربها رب فرج همها الله بالتسبيح. القلب لما يتعود على الذكر بيصعب عليه الغفلة. القلب لما يتعود على الذكر بيصعب عليه الغفلة. طبعا في ناس كتير كان ليهم أزمات وابتلاءات ربنا أنجزهم منها بسبب الاستغفار وبسبب ان هم بيسبحوا ربنا كتير وان هم مش ناسين ربهم اصلا. فكل ما انت فاهم ربنا وتعمل له صلاته وتقرا قرآنه وتسبح ربنا كتير، ربنا آه بيجعل لك من كل مأزق مخرج. من كل مأزق مخرج. تمام. طيب هنا في برنامج بسيط ممكن تعملوه بقى في شهر رجب كده. برنامج بسيط ممكن تعملوه في شهر رجب. تمام. 100 مرة سبحان الله وحمده، 100 مرة استغفار، 100 مرة صلاة على النبي. ماشي. قبل النوم. دي تسبيحة فاطمة. تمام. دي تسبيحة فاطمة.
اللي هي 100 مرة سبحان الله وبحمده، 100 مرة استغفر الله العظيم، 100 مرة صلاة على النبي. تمام. لو عاوزين رمضان يكون مختلف نبدأ من دلوقتي رجب فرصة والذكر مفتاح. خلي لسانك عامر بذكر الله، وافتكر دايما ان اقرب طريق لربنا مش بالمشقة لكن بالدوام. افتكر دايما ان اقرب طريق لربنا مش بالمشقة لكن بالدوام. دعاء قصير جميل، ادعي ربنا بقلب منفتح بقلب كويس. هيجي يعني ربنا يعني بيقول لك لو انت مددلي بشبر انا مدلك باتنين شبر، يعني ان ربنا مش بيسيبك او مش هيسيبك. تمام. فلو عايزين رمضان يكون مختلف نبدأ من دلوقتي رجب فرصة والذكر مفتاح. وخلي لسانك عامر بذكر الله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. وخلي اسلوبكم اسلوب حياتكم ان انتوا تبقوا مع ربنا. وممكن تقللوا من القيل والقال وتقللوا من الاجتماعات الغريبة والنميمة والحاجات دي، ابعدوا عنها اليومين دول خالص. امسكوا صفحة كده وابدأوا بصفحة جديدة مع ربنا في رجب ده، وان شاء الله خير ليكم. وما تنسوش الاشتراك والتفاعل، ويوصلكم كل جديد بإذن الله مع قناة تأويل الأحلام. وأشكركم جدا جدا على متابعتكم ليا، وباي باي.